اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل النهارده مع بعض القراقيش الساده بطريقه سهله وبسيطه جدا. مكوناتها هتكون موجوده معانا في البيت باذن الله، مش هنجيب حاجه من بره. هتطلع معاكي بالطريقه الحلوه دي. شوفوا اللون بتاعها جميل ازاي. هي مقرمشه من بره وهشه من جوه. لذيذه قوي، احلى بكتير من بنجيبها من بره باسعار مكلفه. احنا هنعملها في البيت بكل بساطة وبمقادير بسيطة جدا مش مكلفة. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل مع بعض القراقيش السادة. هتنفع معانا فطار وتنفع معانا عشاء، وهتعجب جميع افراد الاسرة ان شاء الله، مع كوباية شاي سادة او كوباية شاي بالحليب. المقادير اللي موجودة معايا عبارة عن 3 كوبايات ونص دقيق، ومعايا معلقة بيكنج باودر ورشة ملح بسيطة خالص. وهنقلب المقادير على بعض كلها. هنركنها على جنب. هنجيب بقى معانا كوباية هنحط فيها مية من الحنفية، مية عادية خالص. هنحط معلقتين سكر حبيبات، وهنضيف معلقة خميرة فورية. هنقلبهم كويس قوي وهنسيبهم بقى لحد ما نختبر الخميرة بتاعتنا. بالشكل ده. هنروح بقى على الدقيق بتاعنا، هنضيف معلقة سمسم، كوباية سمنة على زيت. هنخلط العجين المقادير على بعضها مع الدقيق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وبعدين هنعمله بايدينا كده، هنبسه كده زي ما نكون بنبس الكحك. هي دي الخطوة دي اللي هتخلي معانا القريش بتاعتنا ناجحة وحلوة قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص هي وصلت معانا للمرحلة دي. هنضيف الخميرة الفورية بعد ما خمرت معانا كده، وهنلم بقى العجينة. مش بنعجن، احنا بنلمها بالشكل ده. هي جت معانا بالطريقة دي بقى زي ما حضراتكم شايفينها كده. بقت معانا العجينة كده طرية وحلوة قوي. هنشكلها على طول، مش هنستنى عليها، مش هنستنى لما تخمر. هنشكل على طول العجينة، نعملها بالطريقة دي ونقطعها طبعا بالطريقة اللي احنا عايزينها، المقاس اللي انتوا عايزينه. وفي صاج مش مدهون خالص هنرصها فيه. ونكون في الوقت ده بقى هنشغل الفرن بتاعنا حوالي ربع ساعة على ما القراقيش بتاعتنا تخمر، وندخلها في الظرف الأوسط. خدت معايا حوالي نص ساعة برضو تسوية. طلعت معايا بالجمال ده، جميلة جدا، مقرمشة من بره وهشة وجميلة قوي من جوه. هتقدميها بألف هنا لحبايبك، فطار وعشاء تبقى حلوة قوي مع كوباية شاي. لو أول مرة بتشوفوني لايك وشير لو عجبكم.